كيفكم اليوم؟ بخير. بخير. امبارح هو ونائل عم بيطبخ، سألتهم كلهم عن أبراجهم فما عرفنا برجك، أنت شو برجك؟ أنا برج سرطان. كرمال سرطان. هيك الحساسية الزايدة. إيه يعني بحدود، يعني كله بحدود عندي. بس فراشاتي قالوا لي هلا قلت أنت عصافير بس أنا عندي فراشات، تمام. ففراشاتي قالوا لي إنك أنت زعلان إيه كنت عم تقلها لهدير أشياء إيه ليه يعني أنا ليش لا أكذب؟ وحاسس بالظلم وإنك ضحية. ضحية، أنا وإنه ضحية. الدنيا كلها ما بعرف شو صار ومجهودك ضاع. إيه صح. أنا امبارح حسيت بعد ما خلصنا الحلقة إنه أنا ما بستحق ال5، أنا عملت غلط، ولكن تقييم الغلط هل هو عادل أو لا؟ هون بقى أنا بهي النقطة، إنه ممكن كان يكون قلت لها أنا حتى لو على علامة ممكن كانت تفرق معي، يعني ممكن تفرق معي نفسيا معنويا. يعني لو كان أعطيني شيف 6 كنت ممكن أكون أحسن، بس حسيت 5 كتير ظلمني، كتير ظلمني، يعني حتى ما عطى على الشكل، ما عطى على أي شيء من خلص. بس هو قال لك لو ما هيدي الغلطة أنا كنت رح أعطيك 9. ما هو وقت اللي قال لي أنا بدي أعطيك 9، هون أنا قلت لو قال لي رح أعطيك 8 كنت ممكن إني أقول نزل 3 تمام. أوكي. بس لما قال لي أعطيك 9 لأنه المين مش ونزل دايما بياخد لل5 بلكي أكتر من بقية القصص. صح، بس ممكن ينقص، يعني ممكن على التعب يعطي علامة مثلا على تعب الطبق، لأن هي الطبق منظر ولنفرض هو ما داقه. يعني أنا برأيي، ما بعرف أنتوا كيف شفتوا اليوم لنشوف طبعا باقي الأطباق، بس أنا برأيي الطبق كشكل كان ممتاز، كان ممتاز. يعني أنا هيك ما حدا بيقول عن دبسه حامض. إيه، بس إذا حامض قولوا لي حامض، إذا في شيء بشع أنا قبلان كل الانتقادات كشكل. أنا قبلان يجي حدا يقول لي في وشي أنت طبقك كان بشع منظره، لا أنا يعني ما حتى ما أتوقع في حدا ممكن يحكي هيك. يعني أنا كنت مهتم بالتفاصيل، ما بعرف إذا الكاميرا مصورة لكل طبق كيف يطلع وكيف أكيد كذا. الكاميرا مصورة كل التفاصيل، مشان هيك لقطة هيدي الغلطة اللي عملتها يعني. بس ما لازم تكون كل هذا قاسي هو الحكم. الشيف هيك رأيه، أنت هلأ عم بتشكك بحكمه وهو ما عم شكك، أنا عم أقول رأيي صاحب البيت يعني. صحيح، أنا ما عم أقول هو غلط، أنا عم أقول برأيي تقييمه كان قاسي أكثر من اللازم. بلكي لأنك أنت كتير شاطر ممكن، أو كنا متوقعين إنه حدا شاطر مثلك ما يغلط هيك غلطة. ممكن هذا الشيء يكون لإلي ممكن يكون حافز. أنا حأسأل مايا مايوشكا، سينس إنك أنت برج الحوت تفهمي أكثر شيء على برج السرطان، هل برأيك هو رأيه نابع عن هيدا دور الضحية اللي بيحب برج السرطان يلعبه، ولا هو في منطق من وراء رأيه؟ بص، هو أنا امبارح قلت لك أنا الحاجة دي يعني حد من أهلي نبهني عليها قبل ما أدخل المطبخ. حد من أهلك نبهك صح؟ قال لي ما تحركيش بالمعلقة وما تدوقيش بالمعلقة وترجعي تحطيها في الطبق، يعني نبهني كويس. فلو ما كنتش خدت التنبيه ده أنا كنت هعمل، أنا متأكدة يعني. أنا لو ما كنتش سامعاها قبل ما أدخل المطبخ بكام دقيقة كنت هعمل الحركة دي لا إرادي في الاسترس والجري ومش عارفه ايه. فانا اصلا عشان افكر نفسي كنت برمي الطبق في الحوض عشان ما ارجعش اخده يعني المعلقه اللي بستخدمها بحطها في الحوض عشان ما ارجعش استخدمها تاني. فهو اللي حصل له ان هو دخل وما تنبهش على الموضوع، وزي ما قلت انا جربت امبارح الاسترس اللي بيحصل وكده. فانا لما اتصلت بعيلتي قلت لهم شكرا ان انتم قلتوا لي على المعلومه دي، انا حسيت بقهرتها لما لقيت حد عامل كل حاجه كويسه فجت غلطه زي دي بوظت كل حاجه. معه حق ولا ما معه؟ زي ما قلت، بص اقول لك حاجه يعني، مش هقدر اقيم قوي عشان انا ارجع اقول انا مش بس حد. هي الغلطه هي الغلطه ويمكن زي ما قلت غلطه الشاطر. انا برجع بحكي انا مو متعارض ابدا مع غلطي، وانا متقبل تماما غلطي، ولكن متعارض مع تقييم غلطي بس. هي البوينت فقط. يعني هو انت هسه مشكلتك على درجه واحده بس؟ حرفيا بس درجه واحده. انا كنت لو كان معطيك 6 كان تماما. ما بتخيل لا بتخيل كنت رح ترجع تفتح الموضوع. لو لا ممكن يزعجني، اكيد بزعجني. هو اوريدي
زعجني كثير انه الموضوع انا الغلطان. طب ليش ضايقك العلامه، ما ضايقك الغلط بحد ذاته؟ إيه ليش؟ ليش ما ضايقني الغلط؟ لاني انا ما عملته بقصد. يعني لو انا مثلا متذكر او يعني ما عم لوم نفسي لاني وقت بس هيدا من صفات المطبخ والطبخ، انك انت صح. بتفوت تحت ستريس وانت لازم تعمل حسن هذا اداره تحدي اكيد للموضوع. تحدي، بس ما بلوم نفسي. ليش ما بلوم نفسي؟ لاني انا اول تجربه ممكن اني انا بدخل على مطبخ وبعمل لناس ما بعرفهم، ممكن انا المتعود عليه عندي في العيله، يعني ممكن اعمل لعائلتي، ممكن اعمل لاصدقائي، ممكن ما يكون عندهم مشكله في هذا الشيء، خصوصا بالدائره القريبه علي. فكأول مرة كأول تجربة أنا بعملها بحس ما في داعي إني ألوم نفسي على هذا الغلط اللي عملته. وعائلتك بيحبوك انك تطبخ؟ بيدوقوا من تحت ايدياتك؟ شو بيقولوا لك لما بتطبخ لهم؟ كثير وأنا بطبخ طبعا. بيجاملوك او بيقولوا لك لا مثلا هيدي؟ أنا والدتي شيف، تمام؟ واو. أيوة، وبتعمل كمان كونتنت وبتعمل فما عندها يعني إذا في شيء ما فيها رحمة أبدا. سألت على موضوع التقييم الشيف لك ولا بعد ما قلت لها؟ لا قلت لها. شو قلت لها؟ انزعجت. هي قد ما ممكن يكون مع يعني قد ما اكون انا غلطان، بالنهايه الام ما راح تقبل الغلط لابنها ابدا. فانزعجت كثير، انزعجت. زعلت؟ ايه كثير يعني هي عم تستنى مني تقييم كثير عالي من الشيف، بما انه انا ما بعرف انا لهلا العلامات. نائل، انت اخذ موهبة الطبخ من ماما؟ من ماما، ايه. وانت اي طفل يعني؟ انت اي ولد؟ النص. انت البنص؟ الوسطاني، ايوه. اوكي. وانت عايشة لحالك هون ولا؟ اي عايشة لحالي. انت تعلمتي تطبخي تونسي لانك عايشة لحالك؟ طب لما يعني بتطبخي لحالك وبتاكلي لحالك؟ باكل لحالي دائما، يعني بكلم ماما نقولها شو لازم المراحل بعملها، ويعني اذا الطبخه يعني كانت مو حلوه مش بنينه يعني نعاود مره اخرى حتى لك شي يعني تضبط الطبخه. تحكيها قبل ما تطبخي ولا وانت عم تاكلي؟ لا قبل ما بطبخ يعني. أوكي. قبل ما بطبخ هي تقول لي شو المراحل اللي اني لازمني نعملها وبعملها. والامور رواق ولا بتحسي انه يمكن الحياه صعبه شوي عليكي كون انت لحالك؟ من الاول كانت صعبه لانه انا اصلا يعني لما كنت في بيت اهلي ما بطبخ يعني، فلما اجيت لهنا تعلمت الطبخ لوحدي يعني. الوحده خليتك تقوي، خليتك تتعلمي تطبخي، خليتك تتعودي انك انت تاكلي لحالك، تتحمل مسؤوليه لوحدك، تتحملي مسؤوليه لحالك، وما بهم انه بنت او شاب الكل لازم يكون قوي ويدخل ويواجه الحياه ويجرب، وحتى اذا فشل يعني بتجرب مره اخرى يعني حتى اذا فشلت الطبخه يعني بتعاود مره اخرى عادي. وزعلتي على نائل؟ تعاطفتي معه انه الشيف ظلمه وهيك؟ سمعنا من الاول ما تعاطفت. بالأول ما تعاطفتي؟ انت قريت الجواب اني ما تعاطفت يعني كنت مع الشيف. كنت مع الشيف. لانه بس بعدين اصلا هو اكل بعقلك حلاوه مثل ما بيقولوا لا انا بتعرف شو انا قلت لها؟ استعطفت. انا من الاول كنت منبهره بالاكل نتاعو، خاطر اول مره بجرب اكل سوري يعني عن جد كل شيء يعني عجبني في الاكل نتاعو. اما بعد كده لما اتصدمت يعني اخذت صدمه يعني لما انت قريت الجواب يعني تبع الشيف. انا قلت لها انا بقيم الطبق صراحه، وهالشيء اللي يمكن انتقدت مايا كمان فيه، يمكن هي اكثر شغله على البشاميل اللي هو على تعب الطبق، يعني هل متعوب عليه؟ انت تقريبا انتقدت كل اطباق مايا يعني، ومايا كانت اول حدا بفوت على المطبخ واكثر حدا لسه تحت الصدمه وما رحمتها. صحيح، مثل ما الشيف ما رحمني فانا ما رحمته، فالله بعت لي الشيف ما رحمني. يعني هو منطق كارما. ايوه. طيب شو بتتوقعوا صفا رح تطبخ اليوم؟ لانه عم نشم هلا بلشنا نشم الريحه. اتوقع شيء تونسي. توقعاتي كثير عاليه من صفا، يعني متوقع شيء كثير منيح لازم يكون. أنا خايف من شغله، راح اكل واعرك. يبكي. ايه هم ابكي وهم اعرك. بلكي مايا بتساعدك بالموضوع، تعطيني محرمه مثلا ولا عدي باللبن اذا تحرك، او بتعطيك مثلا حليب، لانه انا سمعت انه حتاخذ معها حليب لانه خايفه من السبايسز تبعت صفا. فرشاتك خطيره. صح؟ فرشاتي هيك قالت لي حاسبه حسابك وخايفه.
ويمكن تحط لك يعني أنا لك مخبيها- انت بعد سبايسي اكثر من يعني انا منهم مخبياه في بصحن. الشنطه بتاعتي عشان محدش يعرف. فراشات خطيره. دخلت لجوا مخبيها ايه في الشنطه، الشنطه مم. بتاعتك؟ فراشات دخلت لجوا الشنطه. والله يعني انا ما كنتش عايزه حد هالقد خايفه من محضره الحليب لاكل صفاء. طب انت خايفه من صفا ولا من السبايس تبع انا صفا؟ نبهت صفاء، ظنيت ان انا اكتر من مره ذكرت ان انا ما بتحملش اكل سبايسي كتير. اوكي. حتى امبارح واحنا مروحين نبهتها، قلت لها انا ما بستحملش سبايسي، فقالت لي لا انا هي مظبطه الدنيا. فانا جبت معايا الحليب احتياطي عشان انا بجد حرفيا يعني مش الموضوع بس ان انا ما بقدرش، لا انا بيتعبني يعني.